السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جيتكم مع نوفل فيديو. هذا الفيديو خصصتها للوصفات الطبيعيه اللي نستعملهم انايا في الدار. اليوم حنديروا 3 وصفات، 2 وصفات للبشره الدهنيه ووصفه للبشره الجافه، لانه لا فوا باسي درت لكم غير البشره الجافه. كاين البنات قالوا لي ما تنسايناش ديرنا البشره الدهنيه. الماسك تاع البشره الجافه نستعملوا انايا ونداوم عليه، نديروا غير هو. والوصفه الثانيه تاع البشره الدهنيه تستعملهم اختي كذلك لانها عندها اون بو غراس. نخليكم حتى لا فين تاع الفيديو تشوفوا كامل الوصفات، ان شاء الله يعجبوكم وتداوموهم. واش نقولكم في الاخر كامل، خلوا لي دي جيم اي دي كومونتير وريستي برونشي. نبداو على بركه الله. فيما يخص الوصفه الاولى خصيصا للبشره الجافه، فيها 4 مكونات. فيها المايزينا او ما يعرف بالنشا، فيها الفارينه، وفيها العسل، وفيها الحليب. اولا نديو مغرفه مايزينا، مغرفه فارينه، ونديرو مغرفه تاع العسل. اذا كان عندك العسل الحر يكون احسن، اذا ما كانش عندك العسل تقدري تستعملي هذا عسل الشفاء. انا مولفه نستعملو كاين احسن، تلقاوه في لي سوبرات. نديرو مغرفه تاع العسل ونلمو الخليط بالحليب. الحليب يستعمل كمكون رئيسي في العديد من كريمات الترطيب، يساعد على ترطيب البشرة بشكل كبير. كذلك النشا والفارينة يساعدوا على ترميم تشققات البشرة، لأن البشرة الجافة تعاني من تشققات ومناطق ناشفة. هذا هو الخليط، نتحصلوا عليه في الأخير، ما يكونش جاري وما يكونش ناشف بزاف، لانه كي تحطيه على البشره تاعك راح ينشف. حطيه لمده 10 دقائق او حتى 15 دقيقه ثم اغسليه. انا هذا الماسكات طبيعيه ما نستعملهمش بيدي، دائما دايره ان بانسو بلا. هذا البانسو نديرو خصيصا للماسكات، نرفد به لا ماتيير ولا البرودوي ونحطو في وجهي لمده ربع ساعه ولا 20 دقيقه ونغسلو. هذا فيما يخص الوصفه الاولى. اما فيما يخص الوصفه الثانيه اللي هي للبشره الدهنيه، المكون الرئيسي تاع هذه الوصفه هو الكركم. الكركم يستعمل كثيرا للبشره الدهنيه، فهو يمتص جميع الدهون اللي تكون في البشره، ويغلق المسام كذلك، وينقي المسامات من الاوساخ اللي تكون فيها. ومنذ القدم يستعملوه الهنود للبشره تاعهم، يديروه بالحليب. كاين اللي كانوا يدوشوا به، كاين اللي يستعملوه لشعرهم للبشره، جميع الامور. نستعملوا او ناخذوا ملعقتين من الكركم. كاين بزاف ناس يخافوا يستعملوا الكركم، يقول لك الكركم يخلي لنا الاصفرار في البشره. انا نعطيكم استيوس، كثرت وقيل الحليب، نعطيكم استيوس تنحي لكم هذاك الاصفرار اللي يخليه لكم الكركم، وهي انك تحكمي كوتون ديسك وديريه في الحليب وتمسحي به البشره تاعك. صدقوني والله ما يخلي لكم الاصفرار هذاك في البشره. وتحسبوا على هذا الخليط، وتحبي ديري العسل ما كانش مشكل. العسل كذلك يستعمل جميع انواع البشره، ماشي غير البشره الجافه فقط. ومن الاحسن ما تابليكيوش الخليط بيديكم، لانه راح يلصق لكم في ظفرتكم وتصيبوا مشكل كبير في انكم تنحيوه. ديروه بان بانسو كما قلت لكم، ولا ديروا في يديكم ساشي ولا وابليكيوه في الوجه تاعكم لمده 20 دقيقه. من بعد كي ينشف اغسلوه وديروا القطن في الحليب ومسحوا الوجه تاعكم. هذا مكان. هذا فيما يخص الوصفه الثانيه. نروحوا دوكا لا تروازيام ريسيت بور لا بو غراس. فيها المكون الرئيسي تاعها هو سائل الخيار، وفيها كذلك دقيق الارز الابيض. هذا الخيار تحكموا نص حبه خيار، تسكرفجوها مليح، ثم تعصروها وتصفيوا هذاك الخليط. تحصلوا على هذا الماء، ماء الخيار مليح بزاف للمسامات، مليح كذلك ليسيرن. يعني هذا الماسك تقدروا تفوتوه حتى تحت عينيكم،
تخافوش لانه مليح بزاف لسان. والمكون الثاني هو دقيق الارز. هنا انا حوست بزاف على دقيق الارز لاني قريت عليه في الانترنت بزاف على الفوائد تاعو، لكن ما لقيتش. واش درت؟ شريت روز ابيض ورحيته في الميكسور ودرته في اون بواط. كي نحبوا نديروا لي روسيت في الدار نديروا به. وهذو الوصفات تاع البشره الدهنيه تستعملهم اختي بكثره لانها هي عندها ان بو غراس. ونزيد ان شاء الله في الفيديوهات الجايين ندير لكم الفوائد تاع دقيق الارز، بالاضافه الى مكون اخر وهو حليب البودره. ونلمو الخليط بهذا السائل. ناخذ ملعقه من دقيق الارز الابيض، ملعقه من حليب البودره، ونلمو الخليط. انا عصرت كميه معتبره من الخيار مليح باش نديرو في لي مول تاع السيليكون ونديروه في الكونجيلاتور مليح بزاف للمسامات. بعد اي ماسك تفوتي هذاك الكلاصون ولا على وجهك. هذا هو الخليط اللي تحصلوا عليه. حطيه في وجهك لمده 10 دقائق حتى ربع ساعه وغسله. هذا فيما يخص الوصفه. هذا هما لي 3 ماسك اللي جربتهم معكم اليوم، ان شاء الله تجربوهم ويعطيكم نتيجه وتداوموا عليهم. هذا هو الماسك تاع البشره الجافه، وهذا زوج تاع البشره الدهنيه. ونسيت باش نوري لكم هذا الاسفنجه، تلقاوهم في لي سوبيرات يتباعوا، تجي يابسه هي. كي تشمخوها تطرى هكا تغسلوا بها الماسكات تاعكم اللي ديروهم. في عوض انكم تغسلوا وجهكم بيديكم استعملوا هذا الاسفنجه، تلقاوهم زوج يتباعوا ب 10000. ان شاء الله تعجبكم هذا لا فيديو وتجربوا هذه الوصفات. وما عليكم غير تخلوا لي دي جيم لي دي كومونتير، ونتلاقاو في لا بروشين فيديو. باي باي.